مرحب بكم مرة تانية أعزائنا المشاهدين. فقرتنا دلوقتي فقرة مختلفة جدا، فقرة مع شاب مصري بسيط عنده 27 سنة من محافظة الغربية، لكنه عنده قدرات مش بسيطة خالص، قدرات عملاقة مكنته ان هو يخش موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وده من خلال حاجة معينة هو عملها، هو انه قدر يلعب ضغط على صباعين اتنين بس وقدر يجيب 46 عدة، غير ان هو عنده قدرات تانية كتير جدا، منها انه يقدر يتسلق حوائط، يمشي على الحيطة، يتسلق فروع الأشجار، وده اللي خلى ناس كتيرة جدا تلقبه بالرجل الوطواط أو الرجل الفولاذي. بيشرفنا وبينورنا النهارده في صباح الخير يا مصر، وفقرتنا دي كابتن محمد زينهم ضيفنا ونجمنا. كابتن محمد صباح الخير ومنورنا في صباح الخير يا مصر. منور بيكم. صباح الخير يا محمد. صباح الخير. كلمنا بقى عن الخطوات اللي انت عملتها قبل ما تدخل الموسوعة. أنا بطل جمهورية 6 سنين لياقة بدنية، اللي هي بتبقى عبارة عن ضغط وبطن وعقلة ووثب وجري في المكان وجري 100 متر فمن سن 5 سنين أنا بمارس اللعبة ديت اللي هي اللياقة البدنية، اللي للأسف ليها اتحاد في كل بلاد العالم، الأوروبية تحديدا، قليل عربي إلا مصر. فطبعا دي معاناة، وبعد كده بدأت إن أنا عايز أعمل حاجة، عايز أخش أشارك في بطولات دولية، فطبعا الوزارة هنا كانت بترفض، فبدأت أنت لازم عايز تعمل حاجة إيجابية، فرحت جاي بدأت أدور، لقيت موسوعة جينيس فيها تمرين الضغط على 10 أصابع، حاولت أعمله لقيته ما بيجيبش جذب إعلامي عالي، فطبعا لازم هنا تفكر هتعمل إيه تاني، فلقيت خبر عن واحد فرنسي بيكسر ضغط على صبعين اتنين بإيد واحدة، بيجيب 8 عدات في الدقيقة. 8. أنا الحمد لله اتمرنت، قدرت ان انا اجيب 60 عده في الدقيقه من 8 ل 60، بس هو يوم الايفنت نفسه اللي هو كان عند الهرم كانت الشمس جامده جدا، عانيت يعني، فجبت 46، بس الحمد لله 8 من 46. طبعا. وانا جبت 46 في 49 ثانيه، وهو جاب 8 في دقيقه. الفرنسي طبعا بكل الامكانيات. طب محمد، عايزين نعرف منك امتى اكتشفت يعني القدرات دي في نفسك، او امتى اكتشفت ان انت ممكن تعمل حاجات مش اي حد ممكن يقدر يعملها؟ يعني كقدرات ما حدش يقدر يعملها، ما بداتش اركز عليها وما كنتش بهتم بيها، لان انا ما كنتش وانا صغير في السن الصغير كنت فاكر ان اللي انا بعمله عادي، لان ما كانش ليا اختلاط باطفال كتير. تمام. في سن الاعدادي بدات اكتشف بقى في مرحله الاختلاط والفهم، ان انا بفهم ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، فهمت ان انا ليا قدرات غير عاديه. انا الحمد لله 5 سنين كنت بجيب 100 عدة ضغط. تمام. وانا طفل، فالحمد لله لما كبرت بقى بقيت بجيب 3000 وحاجه. انت 27 سنه. ده 27 سنه. ايه اكتر مهاره عندك انت حاسس انك بتتقنها اكتر او بتثقلها اكتر؟ هو الحمد لله يعني انا في اكتر من 52 رقم في جينيس، ما بين التسلق والضغط والبوش اب والعقله والجري 120 كيلو في 12 ساعه والتسلق اللي هو زي تسلق برج القاهره، تسلق برج الخليفه. برج القاهره مش موجود في جينيس، بس انا خلاص الحمد لله اخدت تصريحه. برج الخليفه ده اخدت تصريح، يعني بسعى دلوقتي مع سبونسر هناك، ده ان شاء الله رقم في جينيس. حاجات كتير مختلفه، القفز من طياره على ارتفاع 70 متر في الميه. انت عملت كده؟ ده بدات خلاص، ده بتمرن عليه في الوقت الحالي، بس طبعا مبقاش من طياره، بعوض عن كده بجبل، او بعوض عن كده بلانش، او بتبقى باخره او عبارات، بعمل قفز من فوقيها، بتبقى ارتفاعها 30 متر تقريبا، يعني بتبقى حاجات زي للتدريب. الحمد لله بعمل حاجات كتير، البطن 3200 تقريبا في الساعه، الضغط نفس الوضع، الجري مسافات طويله زي ما قلنا، يعني تمرينات كتير انا بعملها. الضغط بتقف على ايدك وتلعب ضغط، بتلعب ضغط وانت رجليك في الهواء، يعني بتبقى في اكتر من شكل انواع للضغط، حركات راس، الجري على الحيطه واللف، تجري على الحيطه وتلف وتلف برجلي على الحيطه. مش هينفع نطلع على الحيطه. لا الحيطه تتكسر. دي مش هينفع. هو في مواصفات خاصه لا مش قصه مواصفات خاصه للحيطه، لا هي الموضوع ان الحيطه نفسها بتكون قويه، ان انا خبطه رجلي فيها بتكون قويه عشان اقدر ادي دفعه لفوق والشقلبه ديت. باخد بتشقلب في الدقيقه، يعني اجري خطوتين واتشقلب، اجري خطوتين واتشقلب، بتشقلب 59 مره في الدقيقه. يعني كده 59. طب بعيد عن الشقلبه، نقدر نشوف الضغط ده يا محمد؟ اللي هو الضغط على صيد واحده جينيس. بالظبط كده. تمام.
انت بتعد ولا نعد؟ 7 8. طب لا كفايه يا محمد كفايه. اتفضل. انت كده يا دوب 10. هو اصلا وعشان رقم جينيس أوزوه. 8 بس انا الحمد لله 46. ده الرقم اللي اتسجل باسمي في جينيس، وده اللي الحكام حسبوه، وده اللي اتسجل وفعلا نزل على موقع جينيس. طب ايه دي الاستفاده المعنويه، ايه في استفاده تانية من انضمامك للموسوعه؟ هو انا بصراحة. بعت ماشي. في موقع جينيس اول حضرتك ما بتدخلي الاسئله الشائعه، يعني الاسئله اللي بتتسال كتير، هل جينيس ليها جائزه ماليه؟ ايوه. فهو بيرد عليك بيقول لك جينيس ليس لنا اي جائزه ماليه، وان ده شيء انت يعني بتفخر انت او بلدك او المؤسسه اللي انت بتتبع لها ان انت حققت رقم في جينيس. تمام. فطبعا هنا على اساس ان هي انا حتى بعت السؤال ده قبل ما اشوف الاسئله الشائعه ديت، فرد عليا قال لي ان انت بلدك المفروض هي اللي تكرمك، انت دخلت جينيس. طب محمد خليني اتكلم معاك في الجزئيه اللي انت كنت ابتديت بيها كلامك، وهي ان مفيش اهتمام في مصر او مفيش اتحاد في مصر للياقه البدنيه او مظبوط اللياقه البدنيه ولا الرياضه البدنيه؟ اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه. انت شايف ايه اللي مطلوب عندنا، او ايه الرياضات اللي ممكن جزئيه اللياقه البدنيه دي او تحديدا تخصص اللياقه البدنيه يقدر يفيدها او ينميها يعني؟ اللياقه البدنيه مفيش اي لعبه على مستوى الارض لعبه رياضيه ما اسمهاش تنطوي تحت اللياقه البدنيه. صحيح. تمام. ومفيش لعبه نقدر نقول ان هي شامله جميع عناصر اللياقه البدنيه، لان اللياقه البدنيه تشمل جميع عناصر كل الالعاب. تمام. يعني لعيب الكوره لازم يكون عنده لياقه بدنيه. لعيب الحديد لازم يلعب في الاول فتره العاب سويدي. الحديد نفسه الاثقال تستخدم في اللياقه البدنيه. مفيش برنامج تقنين احمال بدون استخدام اثقال، بس كل حاجه في وقتها. السباحه لازم، كل حاجه لازم. انا اشتغلت طبعا مدرب اعداد بدني للفرق، فرق كتير، فريق سباحه نادي طنطا مثلا، في فرق اشتغلت معاها، في لعيبه فرديه اشتغلت معاها، فانا فاهم ومدرك ده لان انا اللي كنت بدرب نفسي. 1 2 يعني او لاي مقدمه لعبه، لاي لعبه. طب انت احنا ممكن نحطها تندرج تحت ايه، مسمى ايه مثلا؟ لا هي ما هي لا هي اللياقه البدنيه ديت اتحاد بره مستقل بذاته. تمام. ليها بطولاتها اللي زي بطوله البيت الابيض في اللياقه البدنيه. تمام. بس هنا مش موجوده. بس تمام. هناك مثلا اقصى واحد بيجيب 170. فانا لما اجي مثلا تروح انت تقول انا مثلا بلعب اللي هي ال 3200 بلعبهم بحزم 500. تمام. فلما اروح انا مثلا اجيب في مره واحده 700 او 800 هو بيجيب هناك 170. فانت عملت مش فارق، انت غيرت اصلا ملامح اللعبه. بس هناك في اللي بيساعد، هنا في اللي بيتنيرك لغايه لما يهبط. بس اتمنى ان بعد الثوره الموضوع ده يتغير. اتمنى ان انا الاقي وزير اقعد معاه الاقيه بيدفعني ان انا اعمل اتحاد، بيدفعني ان انا اجيب له الفرق اللي انا عارفها في اللياقه البدنيه واطلع انافس بيها. اتمنى ان يقول لي اعمل لي بطوله جمهوريه، انا هدي لك دعم تعمل بطوله وانا اوريه. تخيل حضرتك شعب كل اللي فيه بيقدر يلعب 40 ضغط، مش بتكلم في حاجات كتير، و10 عقله، وبيقدر يقوم يقعد ينط في مكانه 20 مره، وبيقدر يجيب 60 بطن. منظر الشعب ده عامل ازاي؟ طيب محمد خلينا نتكلم على جزئيه ثانيه. طب انت ما حاولتش ان انت تتصل بالمسؤولين او توصل لهم تفهمهم او توصل لهم قد ايه الموضوع ده ممكن يكون مهم ويفرق؟ احنا بنشوف كتير جدا مثلا بالذات مع دخول فصل الصيف صالات الجيم والحاجات اللي هي اي حد من الشباب ممكن يكون عايز يكتسب شكل جميل وجسم كويس بيروحها، وممكن تلاقي المدربين اللي فيها مش على قدر كبير من الكفاءة او من العلم يعني. فليه ما نستخدمش الموهبه اللي عندك والدراسه اللي موجوده عندك في ان يبقى في اتحاد بيؤهل بعض المدربين اللي موجودين في الاماكن دي، اللي من خلالها ممكن اي شاب يعني يستخدم وقت فراغه في حاجه مفيده بس طبقا لاسلوب علمي يعني. بالظبط، حضرتك كده اتكلمت صح بالظبط، ان يبقى في اتحاد هم المدربين بيندمجوا تحتيه. يعني هم من تحتيه بيبتدوا ياخدوا معلوماتهم، بيبتدوا ياخدوا الالعاب هتبقى ازاي. انما ده مش هيكون غير لما الجواب اللي انا اخدته من وزاره الشباب والرياضه رفض العدم الاختصاص، الكلام ده يتغير. انت اخدت من الاختصاص لعدم الاختصاص من وزاره الشباب والرياضه لوزاره البيئه ولا وزاره البيئه وزاره الصحه، اي حد بس مش وزاره الشباب. رفض العدم الاختصاص. انت معاك الجواب ده محمد؟ طبعا معاك الجواب ده طبعا، واخدته وطلعت بيه في برامج. الجواب ده طبعا كان من النظام السابق.
لعدم هو احنا الاختصاص. لعدم خلاص عدينا الاختصاص. النظام السابق بسنه ونص، يعني في خلال السنه ونص ما دي فيش حد كان فاضي خالص ما في خلال حاولتش؟ السنه ونص ديت. يعني كل ما بتيجي انت تقول انا هروح لحد يقول لك في ليه بالعكس، حكومة ده قال لك بتتغير، السنه في ونص حد لو بيتغير. ما حدش عمل حاجه او ما طالش حاجه مش هيعمل حاجه في السنه ونص. لا انا ما اتمنى حاولتش. بقى فعلا ان انا ان شاء الله هبتدي اروح وابتدي اتوجه للوزير فعلا اشوف هيعمل معايا حاجه ولا لا. برضو اتمنى ان يكون في، انا نفسي وانا طالع مثلا ان شاء الله برج الخليفه لما اقف قدام الكاميرات وعلى حاجه عالميه اقول انا سياده المحافظ مثلا عمل لي حاجه، سياده الوزير عمل لي حاجه، في حد انت شايف في بلدي محمد بصراحه، انت شايف كرمني. ان احنا يعني مش عايز اقول يعني كلمه تكون تقيله شويه، بس شايف ان احنا بنستقل شويه بالحاجات دي؟ انا شايف يعني ان اي حد شايفين ان ناجح دي بره، يعني عادي، يعني ايه يا عم المشكله؟ ما فيش مشكله، انا ما شايف تركزش إن معايا. اي حد هنا في مصر ناجح او عنده موهبه بنتنينا ورا لغايه لما يدفنوا. اي حد بره عنده موهبه بقول لحضرتك هو 8 بيطلعوه، انا 46 بينزلني. بس انا اتمنى من الله، يعني انا شايف حاجات بدات تبقى في البلد كويسه. في محافظ جه عندنا انا سامع ان هو بني ادم كويس، اتمنى يكون في منه لمسه، هو على فكره معانا بعد لمسه شويه جميله. كمان محافظ اتمنى الغربية. يكون في لمسه جميله مثلا يدعمني. حاجه مثلا زي اسكان، او لغايه النهارده ما فيش عندي شقه. يعني دي اول يعني احساس باستقرار وانتمائي للبلد ده دي. اتمنى، انا سامع ان هو راجل في منتهى الجمال. بس للاسف ما اتشرفتش لسه بمقابلته. في مثلا حد زي الشباب والرياضه، نفسي اسمع حاجه، نفسي وزاره اقدر ان هو يعني ايه توفر لي الراتب الكريم اللي اقدر من خلاله اعيش واصرف على لعبي بتشتغل إيه؟ وتغذيتي. انا بشتغل كله برايفت، يعني انا بمرن لياقه بدنيه برايفت. النادي قال لي حط لي برنامج احمال، بروح احط له برنامج احمال. انما انا لا موظف مثلا لا في مكان ولا موظف في حاجه. فاتمنى برضو من ربنا سبحانه وتعالى ان الاقي حد بيقول لي تعالى انت راجل تستاهل وظيفه. طبعا انا خريج تربيه رياضيه، واخد دورات دوليه في الاعداد البدني وتقنيه الاحمال، اقل شهاده انا واخدها من الاتحاد الافريقي في الاصابات والتاهيل والتدليك يعني أنا الحمد لله، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من عليا بعلم، من عليا بدرجه رياضيه كويسه، من عليا بشهادات عالميه. بس مش فاهم انا ايه تاني المطلوب مني اكتر ان انا اعمله. لو في حاجه اكتر انتوا قولوا لي. محمد زينهم، انت يمكن بكلامك ده بتختم فقرتنا. هو بيقول انا قدمت كل حاجه المفروض عليا، اتكرمت في الخارج، لسه الداخل ما حدش بص لي خالص. يمكن العيب كان في اللي قبل كده، ولكن اللي بعد كده ايه الحجه؟ انا موجود، انا عايز يبقى لي شأن في البلد عشان ادي اكتر ويبقى في انتماء اكتر لبلدنا. مش محمد بس، في شباب كتير جدا 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 اصغر واكبر من محمد، مستوياتهم الذهنيه والقدرات اللي عندهم وذكائهم والحاجات الكتير اللي بيعملوها، المفروض ان هم بيفخروا ان هم مصريين. المفروض كمان ان مصر تفخر بيهم ان هم يبقوا ولادها. بنشكرك جدا يا محمد، وخليكم معنا مستمرين في فقرات صباح الخير يا مصر. خليكم.